كلنا عارفين ان القرنبيط فوائده كتيرة جدا وجميلة جدا، صحي ولذيذ وبيحمي كمان من امراض كتيرة جدا. غير كده وكده احنا كلنا بنحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل القرنبيط النهاردة بطريقة جميلة جدا جدا بدون زيت. وصفة من المطبخ التركي. ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم جدا. سم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. قولوا لي عليه افضل الصلاة والسلام في التعليقات. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، عشان القناة بتاعتنا تستمر بإذن الله. إن شاء الله معانا القرنبيطية بتاعتنا الجميلة ديت. طبعا القرنبيط دلوقتي رخص شوية، ممكن تجيبه وتخزني أو تعملي بالطريقة اللي هقولك عليها ديت. خليكي معايا لآخر الفيديو وإن شاء الله إن شاء الله الطريقة دي جميلة جدا. بدأت إني أفصص الزهورات بتاع القرنبيط زي ما حضراتكم شايفين. صغير جدا جدا كده زي ما حضراتكم شايفين. ومعايا مية سخنة على النار. عليها معلقة ملح، وحابة تحطي رشة كمون حطي. هنسلقها سلقة بحيث ان هو ينسلق كويس، عادي زي ما بنسلق القرنبيط. تمام. ما دلوقتي انا معايا قرن فلفل. القرن الفلفل ده جميل جدا، بيخلي طعم النكهة بتاعة القرنبيط جميلة جدا. ومعايا حزمة من الخضار، كزبرة على شبت، بس هو ما فيهوش شبت دلوقتي، مش ما كانش موجود عندي ساعتها. فانا بقطعه قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبدأ دلوقتي احط الخلطة بتاعتي، خلطة جميلة جدا جدا للقرنبيط، هتخلي طعمه جميل جدا معاكي. هنسمي لها دلوقتي ونبدأ الخلطة بتاعتنا. معايا كوباية من الدقيق، عليها معلقة من البودر، وعليها نص معلقة من الملح، ومعانا بيضتين. تمام. وما تنسيش تحطي معلقتين نشا. لازم معلقتين نشا بيخلوا معاكي جميل جدا القرنبيط على الدقيق. تمام. معانا التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل اسود وكمون، كمون اساسي، ورشة بابريكا، وحابة تحطي رشة قرفة حطي. تمام. ورشة شطة للي يحب الشطة. تمام. دلوقتي انا حطيت الخلطة بتاعتي، وحطيت نص كوباية لبن ونص كوباية مية، وقلبت الخليط بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. وجبت القرنبيط، خلطته كله مع بعضه كده. ومعانا صينية، الصينية بتاعتنا مدهونة زبدة على معلقة زيت. تمام. وسخنتها كويس كده، وبدأت ان احط الخلطة بتاعتنا فيها. هنحط الخلطة بتاعتنا دي ازاي بقى على الفرن، في الفرن ان شاء الله. ومعانا رشة الزيت دي بتخليه جميل جدا ولونه احمر وجميل. هنحطه في فرن متوسط زي ما حضراتكم شايفين. ولو في الاخر خالص ممكن نحطه تحت الشواية. شايفين والله طعمه جميل جدا، صحي ومش شارب زيت، وفي نفس الوقت احنا بناكله جميل جدا جدا وموفر معانا الزيت. يلا اعملوا لايك للفيديو، واشوفكم على غير فيديو قادم.